أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص CNBC. وفي حلقة اليوم شباب الكويت يتوجه إلى مشروعات الوجبات السارعة. حس الفكاهة هو سلاح المصري لمواجهة الأزمات الاقتصادية. فضيحة جديدة لشركة فولكسفاجن الألمانية، تابعونا. في الكويت بدأ أكثر من 330 مرشح في مجلس الأمة شن حملاتهم الانتخابية، والتي ستعقد في 26 من نوفمبر الجاري. أسعد الله مسا الجميع. شكر خالص ومن القلب لكل من سأل. في البداية أشكر المولى عز وجل، ولله الحمد. ثقتي بالمولى كبيرة، وثقتي بقضائنا العادل كبيرة. قبل أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية لمرشحي انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016، بدأت الحملات على السوشيال ميديا التي يبدو أنها تلعب دورا كبيرا هذه المرة في الترويج وتوصيل رسائل المرشحين. أنس الصالح أقول لك أنت أمامك إضراب. قياديين لا يوجهون التوجيه مو صحيح، صدقني ما راح يصدقون معه. الوزير اللي ما يجاوب على السؤال نفس الأسئلة تقدمها جائزة جواب للوزير ويصعد المنصة وغصبا عليه يجاوب. وينفق المرشح نحو 100,000 دينار على الإعلانات والندوات والوجبات الفاخرة التي تقدم للمرشحين. ويرى البعض أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي الخيار الأرخص نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، حيث إنها منصة رخيصة مقارنة بالوسائل الأخرى، ولكنها لن تغني عن استخدام الوسائل التقليدية. لابد حل قضية إسكان المواطنة الكويتية في هذه المشاريع وإعطائها الحق السكني. قسما بالله العلي العظيم إني لا أنزل من المنصة وأصدح بقول الحق أمام الجميع إذا كنت أستشعر بأن هناك خطر على الشعب الكويتي. وتعد الانتخابات القادمة هي الانتخابات البرلمانية 17 في تاريخ الكويت، ويبلغ عدد الناخبين نحو 440,000 ناخب وناخبة طبقا لقوائم الانتخابات السابقة في عام 2013. ويتراوح إجمالي الإنفاق على الانتخابات نحو 150 مليون دينار. إن كررتها مليون مرة ما راح تكفي. تحياتي. تشهد الكويت هذه الأيام انتشارا ملحوظا لمشاريع صغيرة أطلقها شباب وفتيات، وهي عبارة عن مطاعم تقدم وجبات سريعة متميزة. لنتابع تفاصيل هذه المطاعم. لا تغفل عين المتابع للحركة التجارية في الكويت عن رصد عشرات من المشروعات الصغيرة التي يطلقها شباب وفتيات غامروا بترك الوظيفة الحكومية وانخرطوا في تأسيس مطاعم ومقاه ومتاجر. نجح بعضها في تأمين قاعدة عملاء كبيرة، ونجح الآخر في الخروج بالمشروع إلى خارج حدود الوطن. احنا طالعين مو الخليج، اليوم احنا متواجدين، انا اتكلم ككريبو كافي، اليوم متواجدين في 10 دول ومتواجدين في تركيا، حتى بعدنا على المستوى الخليجي، صرنا محل ميدل ايست، والحين بنطلب مصر ان شاء الله في السنه في الشهر القادم. تميزنا بالمنتجات اللي نجيبها، ركزنا وايد على المنتجات الدايت، منتجات الاورجانيك، منتجات الطبيعيه، منتجات اللي هي يسمونها فري فرام للناس اللي فيهم حساسية من اللاكتوز ولا الجلوتين ولا الناس اللي فيهم سيلياك. وتبدي الحكومة الكويتية وكبريات شركات القطاع الخاص قدرا كبيرا من الاهتمام بتمكين الشباب وبالمشروعات الصغيرة، لما لها من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي. وفي السنوات الأخيرة تحركت الدولة بهدف تذليل عقبات المشروعات الصغيرة، وأطلقت صندوقا ملياريا لدعمها، ودعت كافة الأجهزة إلى الاهتمام بها ورعايتها. المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التي أولا تخلق الوظائف، لأن هي المرنة ونموها أسرع، ولذلك توظف المواطنين الشباب الكويتي أسرع. ورقم اثنين هي من خلالها تكون الاستدامة والنمو في الاقتصاديات، مو من خلال المشروعات الكبيرة. ونتيجة لذلك رأت مشروعات كثيرة النور، وانتشرت في الشوارع أسماء وتصميمات جذابة لتلك المشروعات التي غلب على معظمها الطابع الخدمي، فتبارت في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة وتوصيل الطلبات وخلافه.
كاريبو ما يوصل توصيل منزلي. احنا طبقنا اول دليفري حق الكوفي داخل الكويت. اليوم نتكلم احنا اول قهوه تطبق الديجيتال ساينج، وفي افكار جايه ومتقدمه شلون بنسويها. انا ما ابي اقول شنو اللي راح نسويه للحين، ولكن انك شلون تقدر تلقى الحلول على اساس انك ترتقي من الى. يعني اليوم حتى اللي تسكر القهوه، شلون القهوه توصل حاره، اتنشن تو ديتيلز جدا مهم على اساس انك تكون مميز. ركزنا على جمال المكان وعلى الخدمات الاخرى. يعني مثلا احنا عندنا مطبخ بنص سيفكو اسمه ذا فود اكاديمي، وانت قاعد تسوق تشوف ناس قاعد تتعلم الطبخ، تعلم السوشي ولا تعلم الطبخ الهندي ولا الطبخ الياباني. وعندنا مطاعم وكافيهات، فالابو يقعد بالمطعم، الاهالي يروحون يلعبون بمكان الالعاب حمد وشهد، ولو انت قاعد تسوق عادة بالجمعية الطبيعية يقعدون الناس ما بين النص ساعة وساعة إلا ربع، عند سيفكو يقعدون ساعتين ل3 ساعات. بعد الانطلاقة الإيجابية لمشروعات صغيرة خدمية، تتحول الأنظار إلى الصناعات الصغيرة والمشروعات المنتجة، والتي توصف بأنها سوف تمثل إسهاما مضافا إلى الاقتصاد المحلي وتترك فوائد كثيرة على المجتمع ككل. أسامة رشيد، CNBC عربية، الكويت. تحظى الهواتف المحمولة والذكية إقبالا كبيرا في الكويت، والتي توصف بأنها من أكبر الأسواق في المنطقة استخداما لتقنيات هذه الهواتف. لنتابع التفاصيل معا. ينفق أهل الكويت من مواطنين ومقيمين فيها الكثير على الهواتف المحمولة والذكية، فيشترون في كل عام حوالي 2 مليون جهاز يدفعون مقابلها نحو $1 مليار، وعادة يكون طرح هاتف ذكي جديد مناسبة لتنشيط المبيعات التي قد تصل إلى $1 مليون في اليوم الواحد. راح اشتري 100% ايفون 7 إذا كان أفضل وإذا كنت قادر عليه. بصراحة أنا ما اطلعت على امتيازات الإصدار الجديد مع الآيفون 7، ولكن نأمل إن شاء الله نقتنيه عن قريب. يعني عيالي بالبيت يشوفون يقولون إن شكله حلو، يعني أنيق وكذي، والمميزات اللي سمعتها إنه ضد الماي. وتقول الإحصائيات إن معدل تغيير الهاتف المتحرك يتم كل 2 سنين تقريبا، ويقبل الناس على شراء الهواتف الذكية الجديدة لأسباب مختلفة، فهناك من يشتريها للتواصل، وهناك من يشتريها للوقف على أحدث التقنيات، وآخر يشتريها فقط من أجل الوجاهة. أحب أغير لو أنا أعرف إن في فرق كبير في الإمكانيات بتاع التليفون ده والتليفون ده، لكن لو ما فيش فرق كبير الواحد بيفضل عليه. بس انا حابه حتى دلوقتي لما نزل ايفون 7 حابه ان شاء الله هجيبه، برغم ان انا عندي ايفون 6 بلس يعني، بس ان شاء الله هجيبه. والله اشوف ان انا اذا كنت قادر اني اشتريه، عندي القدره الماليه، راح اشتريه، ليش لا؟ بس يفضل ان تكون له مميزات افضل واكثر. يعني على طول كل ما بينزل ايفون جديد يعني باخذه. البنات طبعا بيبصوا للشكل، بيبصوا للالوان، بيبصوا للحاجات البنويتي شويه. كسوفت وير اكيد الحاجات الحديثه، الحاجات اللي ممكن تساعدني في شغلي. والكويت من اعلى الاسواق في المنطقه والعالم استخداما للهواتف المحموله والذكيه وتطبيقاتها وخدماتها، فيصل معدل الانتشار فيها الى 190%، وفيها اكثر من 5 ملايين مشترك يستخدمون حوالي 9 ملايين خط محمول. تشكل التجارة الإلكترونية في السعودية اليوم قطاعا كبيرا وفرصة عمل للعديد من الشركات. لنتابع تفاصيل هذه التجارة في سياق التقرير التالي. أصبحت الإنترنت عالما قائما بذاته، وفي السعودية يزيد عدد مستخدميها باستمرار. فبحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بلغ عدد المستخدمين للشبكة العنكبوتية في المملكة 22.5 مليون مستخدم. هذا التوسع في استخدام الإنترنت نشط التجارة الإلكترونية في البلاد. توجه الآن واضح جيد، وفيه نمو تقريبا بنسبة 12% سنويا على قطاع التجارة الإلكترونية. طبعا في قطاعات خلينا نقول محددة، لو أخذناها على مجال التجارة الإلكترونية از اي كوميرس فقط، نرى مثلا السفر والسياحة هي في المرتبة الأولى، نرى مثلا الفاشن والملابس تجي في المرتبة الثانية، وبعدها عدة قطاعات التالية. ويرى الكثيرون بضرورة تعزيز البحوث في مجال التجارة الإلكترونية لتتواكب مع توجهات الشركات. وفي هذا السياق أقامت الجامعة الإلكترونية ورشة عمل مع كرسي البلاد للتجارة الإلكترونية، بما يتضمن تفاهمات حول تعزيز البحوث في هذا المجال الاقتصادي الحديث. الآن بتطور التقنية
فتح المجال لنا على مصراعيه. الشخص يستطيع أن يشتري، يستطيع أن يبيع، يستطيع أن يعرف ما هي السلعة التي يريد أن يحصل عليها. وبالتالي هدف التجارة الإلكترونية الآن ليس البداية. الآن التجارة الإلكترونية تشتغل، لكن الأهداف هي ما هي القوانين، ما هي الأنظمة التي تضبطها، كيفية بناء الموثوقية. يعني أنت لما تروح إلى متجر الآن البضاعة قدامك تشتري وأنت راح تطلع، لكن في بعض الناس أو جزء كبير منهم لا زال لديهم شك. وتأتي أهمية البحوث والدراسات في السوق الإلكتروني السعودي الذي يعتبر الأكبر من حيث الاستهلاك في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية السعودية نحو 18 مليار ريال خلال ال9 أشهر الأولى من هذا العام. القطاع البنكي اليوم يحتاج أنه يتواكب مع حجم التجارة الإلكترونية، بما أنها أصبحت صناعة مالية الآن وجزء لا يتجزأ من الاقتصاد، فلا بد أن معظم البنوك أو لا بد أن البنوك تعمل على أن تكون جزء من هذه التجارة. ويبقى أمام الشركات دور أكبر في معرفة سلوك المستهلكين الإلكترونيين وفهم توجهاتهم، بما يضمن زيادة الخدمات المقدمة ورفع مستواها. فكثير ممن يطلب سلعا ومنتجات عبر الإنترنت في المملكة لا زال يعاني من التأخير المستمر في توصيلها له. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. بعد الفاصل، دبي من 5 أهم أسواق لسيارات رويس رويس حول العالم. Brightline, instruments for professionals. المملكة لم تتخلى عن اليمن سابقا حتى تتخلى عنه لاحقا بعد الحرب. على طاولة الحوار نجلس مع المسؤولين والخبراء وصناع القرار، نقرأ أفكارهم ونستطلع الرؤى، نسأل الأسئلة الصعبة لنعرف كيف تدار الأعمال، لأنه حنا الأجسام مليانة والعقول فارغة. المباشرة والموضوعية والعمق في حوار الأسبوع. الحل الأول والأساسي هو بناء الإنسان. على CNBC عربية. نجيب على أشد الأسئلة تعقيدا وحساسية حول علاقة الدين بالدينار، ونفتح الباب على اتساعه للاجتهاد، فنحن نؤمن بأننا أعلم بشؤون دنيانا، كما قال الرسول الكريم: بارك الله في أرزاقكم. دين ودينار، على شاشة CNBC عربية. أهلا بكم من جديد. السخرية من كل شيء وبحس فكاهي في أشد الأزمات هي صفة مصرية خالصة. هذا ما يعكسه واقع الحال من قديم الزمان. لنتابع التفاصيل.
حقا شر البلية ما يضحك. هكذا اعتاد المصريون على ألا يتركوا فرصة تضيع من بين أيديهم دون أن يطلقوا طاقات إبداعية شتى للتعبير عنها بحس فكاهي وفي أصعب المواقف. ومؤخرا لم يجد الكثيرون بدا سوى السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حالهم المنتظر بعد القرارات الاقتصادية الإصلاحية التي خرجت عن كل من الحكومة والبنك المركزي. إلا أنه لا عجب من ذلك، فالمصريون منذ قديم الأزل يشتهرون بخفة الظل، كما أنهم نجحوا باقتدار في تطويع الشبكة العنكبوتية التي باتت بمثابة خلية نحل تجمع الآلاف بل الملايين ممن يجدونها متنفسا لهم. هو الشعب المصري كده عموما، حتى يعني في اقل الظروف عنده، في اصعب الظروف تلاقيه بينكت وبيهزر، يعني حتى لو في المياتم برضه بيهزر، بيقول نكت وكده وبتاع. بالنسبه لتعويم الجنيه ورجوع الدولار تاني، ارتفاعه تاني، دي طبيعتنا، طبيعه المصريين دايما بيتقبلوا كل حاجه بسخريه وبضحك اي قرارات. التواصل الاجتماعي في الفتره دي ده شيء مهم جدا في المجتمع المصري، لأن الناس بتئن من الفقر. وما بين العالم الافتراضي ونظيره الحقيقي عالم يعيش فيه البعض ممن منحهم القدر فلسفة جوهرها واقع يحمل طاقات إبداعية متنوعة وخيال يسبق ويفتح آفاقا جديدة أمام هذا الواقع. واليوم أصبح هؤلاء طرفا فاعلا في المجتمع، وعمرو سليم رسام الكاريكاتير واحد من هؤلاء، ممن تخرج من بين أنامله لوحات فنية يضرب بها أوتار القلوب، تلك القلوب التي تخشى من مستقبل قد لا تتحمله جيوب الكثيرين. يظل الكاريكاتير هو فن صحفي بيتحمل الذين يقومون على عمله مسؤوليتهم، لأن بتبقى بإمضة الرسام اللي أنا متابعه وعارف موقفه من هنا وأقدر أحاسبه. لكن غير اما بترمي حاجة على السوشيال ميديا ومش عارفة مين عاملها، في النهاية بعتبر يعني التنكيت والتهريج على السوشيال ميديا أشبه بكنز بتشربيه وبعدين بترميه، أو كوباية بلاستيك بترميها. لكن يظل دايما التاريخ، يظل دايما العمل الصحفي والفني والكاريكاتير اللي بيحمل مسؤولية الرسام. يبدو إذن أن الفكاهة ستظل رفيق درب لكثير من المصريين خلال الأشهر القادمة بعد زيادات الأسعار وارتفاع معدل التضخم وتسرب الأموال التي يمتلكونها دون معرفة خط سيرها. ويبدو إذن أن المواد الساخرة التي تدعوهم لنسيان واقعهم أيا كان موقع وجودها ستلقى رواجا بينهم، لحين يحمل يوما ما لهم شيئا من البريق. ندى عبد السلام، CNBC عربية، القاهرة. تعتبر مصر من الدول المنافسة في صناعة الجلود، وذلك لتوفر الأيدي العاملة المتطورة وخبرة طويلة في هذه الصناعة منذ الخمسينيات. نتابع تفاصيل هذه الصناعة من خلال هذا التقرير. منذ قديم الزمان ارتبط أهل المحروسة بصناعات ومهن يتوارثونها جيلا بعد جيل. وهنا في مصر القديمة تتراص تلك الورش والمحال الصغيرة جنبا إلى جنب، مكونة سلسلة لمدابغ الجلود قوامها أكثر من 350 ورشة ويعمل بها نحو 40,000 عامل. وهاني واحد من هؤلاء ممن وجد في دباغة الجلود ضالته، فقرر المضي قدما في تلك المهنة منذ سن 8 ليتمكن اليوم بعد مضي تلك السنوات من إجادة تامة لمراحلها كلها، حتى وإن كانت شاقة بعض الشيء. ناخد الجلد نفرده على السندال، نملحه تمليح جيد لحد ما الدم ينطر منه والزفارة تنطر، نسيبه يومين 3، ناخده في البراميل المكن اللي ورانا ده، نديله ملح ابيض نشطفه لحد ما ينضف، بعد كده نديله ملح ابيض وميه نار واسيد فورمين. الجلد يستوي، يتاخد على المكنه، يتحلق، يطلع على العيار المناسب اللي احنا عايزينه، الجلد يبقى ابيض شفاف كده. ناخده بعد ما يتحلق ناخده في المكنه، نرمي له ملح ابيض وماده اسمها ماده الكروم تمسك الياف الجلد عشان الجلد ما يشيطش، ويطلع اللون الاخضر ده
وبعد أن أصبحت تلك الجلود مادة قابلة للتصنيع بعد صبغها بالألوان المختلفة، تخرج من بين يدي هؤلاء مصنوعات جلدية تتفوق على نظيرتها المستوردة سواء من حيث الجودة أو حتى السعر، هذا فيما عدا أنها تحمل شعار صنع في مصر. تلك المنتجات التي تصدر إلى دول عربية أو يقبل على شرائها المصريون، وبخاصة مع حلول فصل الشتاء. الجلد ممكن يطلع منه سجاد، ممكن يطلع منه مصنوعات جلدية زي الشنطة، المحفظة، الحزام، الشوز، الجواكت، كل ده من الجلد الطبيعي. انما كجلد وكسعر مصر افضل بكتير عن بره. واتجاها لتطوير صناعة الجلود والتوسع فيها، أسست الحكومة المصرية مدينة الروبيك الصناعية وقررت إقامتها على 3 مراحل. المرحلة الأولى منها على مساحة 170 ألف متر مربع، هذا فيما تستهدف المدينة جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الأحذية والمنتجات الجلدية سواء الموجهة للتصدير أو الاستخدام المحلي. منطقة الروبيك عبارة عن 3 مناطق. المنطقة الأولى للصناعات الصغيرة والمتوسطة أو المصانع الصغيرة والمتوسطة اللي موجودة في مجرى العيون، فكل واحد بياخد متر قصاد متر، أو لو بيحتاج أكتر بنقدر نديله في له سعر معين. المرحلة الثانية بدأنا ترفيقها، فحطينا من وزارة الصناعة حوالي 200 مليون جنيه لترفيق المرحلة الثانية. وحسب إحصاءات غير رسمية فإن مصر بها نحو 17600 منشأة لصناعة الجلود، يعمل بها نحو 27500 عامل فني، فيما تتجاوز استثمارات الصناعة في مصر نحو 4 مليارات و300 مليون جنيه. ندى عبد السلام، CNBC عربية، القاهرة. دبي من أهم 5 أسواق لسيارات رويس رويس حول العالم. بهذه الكلمات بدأ الرئيس التنفيذي لشركة رويس رويس للسيارات مراسم افتتاح بوتيك رويس رويس في دبي. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد سيف. دبي من أهم 5 أسواق لسيارات رولز رويس حول العالم. بهذه الكلمات بدأ الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس للسيارات مراسم افتتاح مفهوم جديد تقدمه الشركة للمرة الأولى في العالم، واختارت دبي لتكون مقرا للحدث الذي تم إطلاق اسم بوتيك رولز رويس عليه. تعتبر دبي سوقا هاما بالنسبة لاستراتيجية رولز رويس لأسباب عديدة، وتعد دبي من أكبر 5 أسواق للشركة في العالم، ودعنا نقول أنها في المركز الثالث بعد لندن وبيفرلي هيلز، ثم تأتي دبي وبعدها بكين وشنغهاي، ولهذا فهي جزء هام من الاستراتيجية العالمية للشركة. أنت تعلم أننا قمنا ببيع 4000 سيارة سنويا خلال العامين الماضيين، وأود أن أقول أن العام الحالي هو عام قوي على صعيد المبيعات بالنسبة لنا، لكننا لا نتحدث عن المبيعات عادة. شركات السيارات الفارهة الأخرى لا تتحدث عن المبيعات، إنما نهتم بتوفير السيارات الفارهة والرفاهية لعملائنا، بالإضافة إلى الأرباح بالنسبة لمساهمي الشركة، وهي لأسباب عديدة. تم تصميم هذا البوتيك الدائم بنفس روح الاستوديو الصيفي الخاص بالعلامة في بورتو سيرفيو في جزيرة سردينيا، والذي سرعان ما رسخ نفسه كمقر مرموق للفخامة الحقيقية في إحدى مناطق العالم الأكثر حصرية على الإطلاق. وفي الحقيقة في حاجات مش على مستوى بس الإمارات، على مستوى العالم. يعني it's a true story إن احنا عندنا كاستمر في رولز رويس وصل المصنع وطلب فعلا اللون الأحمر الشفاف بتاع زوجته يتعمل على سيارة. ومش بس كده، الطلب كان كمل بحاجة غريبة شوية، إن هو طلب إن اللون ده ما يتكررش مرة تانية، واللون اتعمل بس له، واللون ده محفوظ في رولز رويس بتوقيع منه إن هو يمتلك ملكية أو حق استخدام اللون دوت. تمتد هذه المنشأة الضخمة التي تمثل استثمارا بملايين الدولارات الأمريكية من قبل المركز الميكانيكي للخليج العربي على 7300 قدم مربع، وتتمتع بشاشات ترفيهية ضخمة تعمل بالكليبسات الموجهة المتحركة التي تغطي النوافذ الخارجية، والتي يمكن للمرة على الطريق والرصيف مشاهدتها والاستمتاع بها. تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس للسيارات لCNBC عربية، والتي قال فيها أن دبي من أكبر 5 أسواق لسيارات رولز رويس حول العالم.
هذه التصريحات تعكس مكانة دبي كأحد الأسواق الهامة للسيارات الفارهة عالميا. محمد سيف، CNBC عربية، دبي. فضيحة جديدة تهز أركان مجموعة فولكسفاغن الألمانية. ترى ما هي أبعاد هذه الفضيحة؟ وهل تكون الضربة القاضية لعملاق صناعة السيارات الألمانية؟ فضيحة جديدة تواجه مجموعة فولكسفاغن الألمانية بعد اكتشاف منظمين أمريكيين برنامجا آخر للغش في انبعاثات العادم بسيارات أودي التابعة للمجموعة. وكانت فولكسفاغن قد اعترفت في وقت سابق بتركيب برامج للاحتيال على قيود التلوث في أكثر من 11 مليون سيارة تعمل بالديزل في أنحاء العالم، مما أضر بأنشطتها العالمية وقوض سمعتها ودفع رئيسها التنفيذي السابق مارتن فينتر كورن للاستقالة. صحيفة بيلد ام زونتاغ الألمانية أشارت إلى أن جهازا رقابيا أمريكيا اكتشف برنامجا في عدد من السيارات من طرازات أودي تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند رصد إجراء الاختبارات. وقالت الصحيفة أن الجهاز المستخدم في سيارات أودي جرى استخدامه أيضا في سيارات تعمل بالديزل والبنزين في أوروبا. وأوقفت أودي استخدام البرنامج في مايو من عام 2016 قبل أن يتم اكتشاف التلاعب في طرز أقدم، وقامت الشركة بإيقاف عدد من المهندسين عن العمل لعلاقتهم بالأمر. فولكسفاغن قامت بدفع تسوية بقيمة 15 مليار دولار لمسؤولي الولايات المتحدة وأصحاب السيارات في أمريكا، وسحب نحو 9 ملايين سيارة من أوروبا بسبب الفضيحة الأولى في 2015. وبحسب التسوية فمن حق 475 ألف مالك سيارة فولكسفاغن في الولايات المتحدة الاختيار بين الإصلاح المجاني إذا ما كان يمكن الإصلاح أو إعادتها للشركة والحصول على الأموال. ويتم تخصيص معظم أموال التسوية للإصلاح أو إعادة السيارات، فيما يتم تخصيص $2.7 مليار أمريكي تعويضات عن الأضرار البيئية و$2 مليار لانتهاك معايير الانبعاثات. مجموعة فولكسفاغن تضم عددا من الشركات هي فولكسفاغن، أودي، سكودا، سيات، بورشا، لامبورغيني، بنتلي، بوغاتي، وأيضا مجموعة من شركات الشاحنات وهي مان واسكانيا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قصص CNBC. ولمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع CNBC عربية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.